السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كتير جدا من الناس بتكلمني على السوشيال ميديا بتسألني على فلاتر رود ماب. الموضوع دوت بيشكل شوية قلق كده لبعض الشباب اللي لسه بتبدأ او اوريدي بدأ بقاله مثلا شهر اتنين تلاتة والطريق مش واضح ليه قوي. انا دايما بقولك ان الطريق هيوضح وانت بتتحرك مش وانت واقف، ولكن خليني في الفيديو ده انور لك حتة لقدام شوية. يمكن ده يطمنك، يمكن ده يخليك ترتاح نفسيا وتركز في المرحلة اللي انت فيها. دايما مش بحب انا الرود ماب المرسومة للاخر، ولكن خليني ارسم لك حتة الحتة دي لحد ما توصل لاول جوب ليك. ليه بقول لك كده؟ لان القلق ممكن يعطلك. انا مش عايزك تبقى قلقان، انا عايزك راجل عارف سكتك هتبقى ماشية ازاي. هرسم لك بعض الخطوط الواضحة والصريحة وهديك استيميشن تايم المفروض تخلص ده في قد ايه. ليه هديك الاستيميشن ده؟ لان ناس كتير برضو بتكلمني تقول لي يا هندسة هو متوقع اذاكر دارت في قد ايه، متوقع اذاكر فلاتر في قد ايه. عشان كده بقول لك ده استيميشن تايم. مش هقدر ان انا اديك اكيوريت تايم او اقول لك بالظبط هتخلص في قد كده، لان الوقت اللي انت هتذاكر فيه غير اللي زميلك هيذاكر فيه. في عوامل كتير جدا عشان اقول لك وقت معين، ولكن ده مش صحيح. يعني هو مفيش وقت اصلا. حتى لو انت اتنين بيذاكروا نفس الوقت ممكن ده استيعابه يبقى اكتر من التاني، ده بيسرح كتير بيمسك الموبايل. في عوامل كتير جدا عشان موضوع الوقت ده، ولكن هديك افريج كده المفروض ده يخلص في قد كده وده يخلص في قد كده، وانت بعد فترة معينة تبقى وصلت لمستوى معين ابقى مطمن عليك وانت داخل انترفيوز. فخلينا نبدأ مع بعض وكمل الفيديو ده للاخر عشان هسيب لك جيفت كده صغيرة في اخر الفيديو للناس ان شاء الله اللي هتكمل فلاتر. طبعا الفيديو ده لو حد لسه اصلا ما بدأش في المجال، يعني عايز يبدأ اصلا يتعلم فلاتر فريم ورك او يبدأ في الموبايل ابليكيشنز عموما، فبرضو الفيديو ده هيكون مناسب جدا ليه. عشان ما ضيعش وقتك يلا نبدأ بأول خطوة. اول خطوة يا صديقي دايما، وعشان تتعلم اي حاجة اول خطوة دي ماشيه معاك في اي فريم ورك هتتعلمه. تتعلم بقى فلاتر، تتعلم اندرويد نيتيف، تتعلم اي او اس، تتعلم باك اند، ايا كان انت تتعلم ايه. حتى لو تتعلم اي اي فانت برضه هتحتاج تعمل اول خطوه وهي البروجرامينج بيزكس. ايه بروجرامينج بيزكس دي يا هندسه؟ بروجرامينج بيزكس اللي هي الاساسيات البرمجيه. بتحتوي على ايه؟ بتحتوي اللي حضرتك تبقى فاهم يعني ايه كمبيوتر، فاهم يعني ايه برمجة اصلا، فاهم يعني ايه لغة برمجة، فاهم ازاي الكود بيتحول والماشين دي بتفهمه، فاهم السايكل اللي بيتم بيها عملية الكومبايليشن او ايا كانت الطريقة اللي انت هتترجم بيها الكود بتاع حضرتك. في كذا نوع وكذا طريقة، ولكن بروجرامينج بيزكس دي اول سلمة. انا بعرفك ايه هي البرمجة اصلا وببدأ اديك شوية حاجات جميلة كده وانت ماشي فيها. هقول لك مثلا زي الفاريبل اللي انت تتعلم يعني ايه فاريبلز، تتعلم يعني ايه لوبينج، تتعلم يعني ايه كونديشنز. كل الكلام دوت بيبنيك وانت ماشي، والكلام دوت خد بالك مش اوبشنال. يعني دايما وانا في الفيديو ده هقول لك دي ممكن تفوتها وتتعلمها بعدين، ولكن بيزكس ما ينفعش تعديها. لازم قبل ما تعرف يعني ايه اصلا فلاتر تبقى عارف يعني ايه برمجة، تبقى عارف يعني ايه لغة برمجة، يعني ايه بروجرامينج لانجويج وازاي الكمبيوتر بيفهم البروجرامينج لانجويج دي، يعني ايه داتا تايب ولوبينج وكونديشنز والكلام ده كله. بعد ما تخلص الجزء دوت بحذافيره، الجزء ده اول سلمة وانت رجلك قصيرة، ما تقوليش هطلع سلمتين، لا. اول ما بتبدأ رجلك قصيرة يا صديقي، مش هينفع تمط رجلك وتطلع السلمة التانية. لازم تطلع اول سلمة وتتمكن فيها قوي. خد وقتك في البروجرامينج بيزكس دي ولغة البرمجة. ياخد مني وقت قد ايه كافريج تايم؟ مش بقول لك ان ده لازم ياخد منك وقت قد كده، لا. ده انا ممكن اقابل طالب ياخد من البروجرامينج بيزكس دي 2 weeks، في طالب تاني ياخد فيها 2 months. يا هندسة ده انت بتتكلم في فارق عظيم. ده انت بتقول لي من اسبوعين
لشهرين. هقول لك في ناس بتعدي الشهرين في البروجرامنج بيزكس بس، وده مش غلط وده مش غباء منك عشان ما تقولش ايه وانا كده ما بقتش فاهم هو انا كده غبي. لا يا صديقي، عادي خالص. انت بتستوعب المعلومة بطريقة معينة. في ناس مثلا ممكن تسمعها وتفهمها على طول، في ناس تحب اللي هي تكتب ورا اللي بتتعلم منه، لازم تطبق بايدك. في ناس بتكتب بالراحة على الكيبورد، واحد تاني بيعرف يكتب بسرعة. عوامل كتير قوي تخليني احط لك الوقت الكبير جدا ده وقت كبير من اسبوعين لشهرين، وقت كبير جدا ولكن منطقي. في ناس بتخلص في قد كده وناس بتخلص في قد كده. طيب يجي السؤال المهم طبعا، هو لازم البروجرامينج بيزكس دي اتعلمها بلغة دارت؟ ده سؤال مهم بقى، واعيرني انتباهك وركز معايا. هل لازم اتعلم دارت لو ناوي اشتغل بفلاتر؟ هقول لك تعالى بقى واتكلم معايا بالراحة. لو انت اول سلمة ليك ما اتعلمتش حاجة قبل كده خالص، دوس على طول في دارت، ولازم تتعلم دارت ادام انت ناوي تكمل بفلاتر. في واحد يجي لي يقول لي هندسه ده انا متعلم سي بلس بلس ومتعلم جافا ومتعلم بايثون ومتعلم لغات برمجه كتير، انا عارف يعني ايه فاريبل، عارف يعني ايه لوبينج، عارف يعني ايه كونديشنز، عارف كل الكلام ده. هقول لك خلاص يا صديقي، ابدأ على طول مع فلاتر، ولكن خد لك بصة سريعة على دارت دوكيومنتيشن او شوف لك فيديو 2 تعرف لغة البرمجة دي فيها ايه مميز. لان كل لغة برمجة بيبقى ليها طريقة معينة. هو كلهم بيدوك نفس الكونسبت، يعني الكونسبت البرمجي واحد، ولكن في بعض الاختلافات الجوهرية. يعني في اختلافات هتلاقيها موجودة في دارت مش موجودة في كوتلين، هتلاقيها موجودة في كوتلين مش موجودة في دارت، موجود في جافا مش موجود مش عارف فين. حتى لو هي متطابقة معاها تماما، السنتكس هيكون مختلف. لازم تاخد لك كده يومين 3 لو انت جامد جدا ومتعلم حاجات كتير. لا، ادي فرصة مرة تانية للغة دارت اللي انت تتعلمها. بعد ما اخلص لغة دارت يا صديقي العزيز اعمل ايه؟ هخش تاني خطوة على طول على الاو بي، الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، التي لا غنى عنها. ناس بتخلص دارت تروح نط على فلاتر. اقف، اياك تعمل كده. اياك تخلص لغة دارت فقط وتقول لي انا هتعلم فلاتر وانا ماشي في السكة اتعلم او بي. غلط تماما، عمرك ما هتفهم فلاتر ولا هتعرف تشتغل بيها. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج عصب المبرمج. يعني ايه؟ يعني لغة البرمجة والاو بي سلاحين تمشي بيهم. دايما كنت بقول كده في الكورسز، اللي كان شاف الكورس هيضحك على الجملة دي. ولكن الاتنين دول مرتبطين ببعض. الاوبجكت اورينتد بروجرامنج فيه بارادايمز تانية ولكن مش هنخوض في الموضوع ده. انت هتشتغل بدارت والاوبجكت اورينتد بروجرامنج تفهمهم كويس جدا. يعني مفيش اوبشن اللي انا اقول لك خلص دارت اعرف فاريبل لوبينج كونديشن مش عارف ايه وايه وايه وروح اتعلم فلاتر. اياك، لازم تتعلم او بي. ولو حد بيعترض على هذا الكلام يخلي رأيه لنفسه، وده رأيي انا اللي انا مقتنع بيه 100%. ومش رأيي لوحدي، لا، ده رأي ناس كتير جدا كبيرة في المجال، ومش في مجال فلاتر بس. عشان ناس كتير بتقول لك دارت وخش على فلاتر والاو بي تتعلمها. ما ينفعش، ما ينفعش. لما اجي اقول لك في فلاتر احنا دخلنا جوه الاس دي كي وهنبدا نتكلم مع الانهيرتنس والكومبوزيشن ونتكلم مع حاجات كتير جدا، البوليمورفيزم ومش عارف ايه، ده لازم تبقى متعلمه في هذه الستيب. ما ينفعش تروح تتعلمه في فلاتر، هتتعب. خد بالك لما بقول لك ما ينفعش، لا هو ينفع ولكن بطريقه صعبه. عارف انت هتقعد تهلك نفسك وتهلك الريسورسز بتاعتك على الفاضي. انت كان ممكن قبل ما تخش مع فلاتر تبقى ماسك سلاح الاو بي، تبقى شاطر جدا وانت في فلاتر. يبقى دلوقتي بروجرامنج بيزكس او بي. تالت خطوه ايه هندسه؟ ان حضرتك تبدا فعليا في فلاتر. خد بالك في حاجات هنا في النص كتير، ولكن في مدرستين هتقول لك الحاجات اللي في النص دي خدها هنا، وفي مدرسة تانية بتقول لك لو حضرتك مستعجل على الشغل جدا ومضغوط في الوقت كمل.
انا مش عايز اخوض في الحتة دي عشان الكلام فيها هيبقى كبير شوية، ولكن لو انت مهتم تعرف تفاصيل عن الموضوع ده سيب لي في الكومنتس. ولكن دلوقتي بعد الاو او بي هبدأ فلاتر يو اي، هتعلم يعني ايه فلاتر وايه الفريم ورك ده بيعمل ايه، هيفيدني في ايه. طبعا هو هيفيدك اللي هو بيبني لك ابلكيشنز اندرويد واي او اس وماك او اس وويب وحاجات كتير، ولكن يعني بنركز اكتر على الاي او اس والاندرويد، ومعظم الشركات بتركز على الاتنين دول. ممكن شركات تطلب فلاتر ويب لو عندها داشبورد معموله بفلاتر، ولكن في الاصل او اصل الموضوع انا شايفها يعني مركزه جدا وستيبل جدا في الاندرويد والاي او اس. ممكن تبني بيها ويب وديسكتوب، ولكن انا مش بلعب على الحته بتاعت الماركتنج ديت، ما بحبهاش. هو ينفع تعمل ده وينفع تطلع لك ويب سايت، ولكن انا مش بشوفه احسن حاجه. دي بقى ايه يعني وجهة نظر شخصية جدا، ولا حد قال لي ولا حد قلت له، دي وجهة نظري انا. فلاتر ويب بتبني بيها حاجة بسيطة جدا كداشبورد، بورتفوليو، حاجات رايقة. انما اكلمك في ويب سايت نو يا صديقي، اتجه للفرونت اند فريم وركس، فيو، ناقص، ايا كان. ولكن مع الويب انا مش هبيع لك البيعة دي. مع الماك او اس والويندوز جميله وتطلع بيها برودكت محترم، لان كده كده فكره اللي انت بتبني حاجه للويندوز او الماك او اس ففكره ايه يعني منطقيه، والبروجكتس بتبقى حاجات بسيطه. ممكن تعمل مثلا سيس اب على ويندوز او ماك او اس، الموضوع بسيط جدا. ولكن كويب لا، ما بفضلهاش، ودي رايي الشخصي فقط لا غير. يبقى تالت خطوه عندك يا صديقي فلاتر يو اي. انا عارف الفيديو ده هيبقى طويل جدا، ولكن معلش يا صديقي انا بديك ان ديتيلز عشان تبقى السكه واضحه معاك. انا خلصت فلاتر يو اي، اتعلمت يعني ايه الفريم ورك، فهمت يعني ايه ويدجتس ويعني ايه انهيرتد ويدجت والكلام ده كله. هبدا رابع خطوه بالستيت مانجمنت، وركز معايا في يعني في الهيراركي اللي انا حاططها لك. الستيت مانجمنت لا غنى عنها، ما ينفعش تفوتها وما ينفعش تعديها، ومش هسمح لك تعمل ده. الستيت مانجمنت فيها حاجات كتير قوي، فيها حاجات بلوك وكيوبيت، بروفايدر، جيتكس، مثلا ريفر بود، في ستيت مانجمنتس كتير. ولكن لو انت بتتابع حد شاطر، حد فعلا متمكن من الستيت مانجمنت، هيديها لك بيس اوف كيك، هيديك بص يعني الزتونه، وانت تنطلق في كل الستيت مانجمنتس دي لانها كلها شبه بعض. بروفايدر، جيتكس او بلوك وكيوبيت، الدنيا بسيطه جدا 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 لو انت فهمت مبنيه على ايه. يعني وانت في الخطوه دي انا رميتها لك في النص وقلت لك اتعلم لي معلش معاها حاجه اسمها انهيرتد ويدجت. والانهيرتد ويدجت اللي هي مبنيه، البروفايدر مبنيه عليها، البروفايدر مبنيه عليها. يبقى انا لو اتعلمتها من الفلاتر يو اي مع الانيميشن والنافيجيشن والكلام اللي هو البسيط ده، هبقى وانا بتعلم الستيت مانجمنت اموري تمام وبسيطه جدا. وده طبعا بيعتمد على يعني مين بيعلمك ايه في الوقت ايه بالظبط، لان الاوقات اللي انت تتعلم فيها الستبس دي مهم جدا تبقى انت مرتبها، واللي بيديها لك او اللي بيعلمها لك يبقى هو مرتبها في دماغه، بيعلمك امتى وازاي. ولو عايز ترتيب للستيت مانجمنت انا بفضل دايما اول حاجه بروفايدر، تاني حاجه بلوك وكيوبيت، تالت حاجه ريفر بود، بنفس الترتيب ده تاني: بروفايدر، بلوك وكيوبيت، وريفر بود. مش عايز ادخلك في تفاصيل لو انت اول مره تتعامل، اول مره تعرف يعني ايه بروجرامنج، دي ديتيلز مش هتهمك دلوقتي. انت خد مني ايه الخطوط العريضه: بروجرامنج بيزكس، او بي، فلاتر يو اي، وستيت مانجمنت. خامس خطوه يا صديقي العزيز وتعد من اهم الخطوات، هو كلهم مهمين ما ينفعش تنط، خد بالك. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي طب انا هتعلم دي قبل دي، غلط. تتعلم دي قبل دي غلط برضه. وناس ما بتقول لك ايه بلاش تقول كلمه غلط، اصل غلط دي مش عارف نسبيه. بقول لك غلط، انا بقول لك غلط وانا احاسب على هذا الكلام. انت بقى بالنسبه لك غلط دي نسبيه، والمفروض اقول لك في اصح. لا يا عم انا ما باكلش بالكلام ده، دي غلط اللي انت تنط لي من ستيب للتاني. ما ينفعش تتعلم فلاتر قبل او بي، ما ينفعش، وغلط. عشان تبقى بس ايه مركز معايا كده، انا بقول لك غلط تماما. فما بلاش ايه تتناقش معايا في القصه دي على الكومنتس وتقعد تقول لي اصل مش عارف ايه، ماليش دعوه، غلط. رقم 5 يا صديقي العزيز وركز معايا فيها كويس جدا:
وهي التعامل مع الباك اند. تقول لي التعامل مع الباك اند، هو انا لما اتعلم فلاتر هبقى ايه؟ نسيت اقول لك، انت لما تتعلم فلاتر هتبقى جاست فرونت اند. وناس بتاخد كلمه جاست فرونت اند اللي هي شتيمه. لا، فرونت اند ده جوب كبيره. يعني الباك اند والفرونت اند، مش الفرونت اند وحش والباك اند حلو والموبايل وحش، لا، كل واحد من دول ليه فرصه في السوق، وكل واحد من دول مهم جدا. عشان بس تبقى فاهم انا بقول لك ايه، كل واحد من دول مهم جدا في الدور اللي بيأديه في الشركة، وكل واحد من دول ليه دوره المهم جدا. ليه بقول لك هتتعامل مع الباك اند؟ لان انا هاجي في رقم 5 هقول لك لازم تبدأ تتعلم انتجريشن. لازم تتعلم يعني ايه انتجريشن، ويعني ايه اي بي ايز، ويعني ايه ريستفول اي بي اي، ويعني ايه هكونكت مع الباك اند، وازاي ايه وسيله التواصل اللي ما بيني، وازاي هجيب الداتا من الداتابيز، ومين هيديني الداتا دي. كل السايكل دي هي جزء خاص او جزء اسمه مهم جدا، اسمه الاي بي اي. طيب الاي بي اي ديت هل انا اللي هروح ابنيها؟ لا، انت هتتعامل معاها فقط، ودورك اللي انت تعرف تتعامل معاها فقط لا غير. تفهم يعني ايه اتش تي تي بي، وتفهم يعني ايه ريستفول اي بي اي. في فلاتر في تو باكج، واحده اسمها اتش تي تي بي وواحده اسمها دايو. تتعلم الاتنين ضروري جدا. بعد ما اخلص هذا الستيج، وبعد ما تخلص الانتجريشن يا صديقي، رقم 6 ان حضرتك تتعلم فاير بيز. مهم جدا اتعلم فاير بيز، ومهم جدا افهم يعني ايه يا صديقي العزيز باك اند از ا سيرفيس. باك اند از ا سيرفيس حاجات بتبقى جاهزه زي فاير بيز وسوبا بيز. الاتنين دول باك اند از ا سيرفيس، بتقدم لك السيرفيسز الخاصه بالباك اند، ولكن مش هتروح تبني الباك اند، او مش هتروح تجيب باك اند ديفلوبر معاك، وده موضوع يطول شرحه. ولكن بعد ما تخلص تتعلم يعني ايه اي بي اي، يعني ايه انتجريشن، هتنط على الفاير بيز والسوبا بيز، تفهم الاتنين دول بالسيرفيسز اللي موجوده جواهم. طيب وبعد ما اتعلم ديت يا هندسه، رقم 7 معانا يا صديقي العزيز، ومن اهمهم ومن يعني احسنهم، ان حضرتك تبدأ تعرف يعني ايه solid principle، وتعرف يعني ايه clean architecture بالديتيلز بتاعتهم، بكل اللايرز بتاعتهم، بكل حاجة. تفهم ده بيعمل ايه وايه الوظائف. شركات كتير جدا 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 بتشتغل بالكلين اركتكتشر، حتى لو هتسقط اجزاء معينة من اللايرز، ولكن مش عايز اخوض في الموضوع ده. فنتعلم السوليد برنسبل. هاجي على جنب كده معلش، بعيدا عن ال7 خطوات اللي هم ملهمش علاقة بفلاتر، او سوري ال7 خطوات الخاصين بفلاتر، انا هاجي على جنب كده واقول لك لازم تتعلم جيت وجيت هاب. معلش انا عارف خط وحش، بس هو بس عشان بداية الشتاء والجو حر، فمش عارف يعني، حاسس ان انا مش عارف اكتب قوي، ولكن مش ده خط، انا خط احسن من كده، خد بالك على البورد. ولكن يعني ايه، استحملني ونستحمل بعض. طيب لازم اتعلم مع ال7 خطوات دول الجيت والجيت هاب. مهم جدا اعرف يعني ايه جيت، ويعني ايه جيت هاب، ويعني ايه فيرجن كنترول، والديتيلز دي كلها غاية في الاهمية. طبعا في ديتيلز كتير جدا ما بين كل واحدة والتانية، يعني في ديتيلز هنا كتير شوية. يعني مثلا لو جيت اكلمك على السوليد، هقول لك تتعلم مثلا حتة ديزاين باترن، تتعلم يعني ايه ديبندنسي انجكشن. في ديتيلز، او ممكن تخوض بقى في كل واحدة من دول ان ديتيلز قوي، هتلاقي في حاجات متشعبة، ولكن دي الخطوات الرئيسية: بروجرامينج بيزكس، او بي، فلاتر يو اي، ستيت مانجمنت، انتجريشن، او اللي انت تعمل انتجريت مع الباك اند، فاير بيز وسوبا بيز، سوليد برنسبل، كلين اركتكتشر، والجيت هاب. طبعا في خطوات تانية، ولكن يعني ممكن تقول عليها بقت مانداتوري دلوقتي بعد عصر الاي اي، لان في حاجات زمان كنت بقول لك ممكن تبدا تقدم من هنا، ولكن عشان تقدم وتبقى يعني واثق في نفسك شوية، بعد ما تخلص كل ده ممكن تبدأ تتعلم او تبدأ تعرف اكتر على التستنج. مش التستنج اللي انت تعمل مانيوال تيست، لا، التستنج اللي انت تبدأ تكتب يونت تيست وانتجريشن تيست.
سكيل مهمة جدا ولا غنى عنها، وده طبعا عشان لما تروح تقدم في اي شركة اكيد هيسألك في كل الكلام ده، والكلام ده تحتيه كلام كتير. انا بديك العناوين الرئيسية، ولكن في ديتيلز اكتر من كده شوية هتبدأ تتعرف عليها وانت شغال. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده يا صديقي العزيز، خلينا اديك الجيفت الجميلة. طبعا لو انت اول مرة تشوفني فاعرفك بنفسي، انا اسامة الجندي، سوفت وير انجينير، وفي منصة كده بسيطة جدا عاملينها بندي عليها كورسز خاصة بفلاتر. لو نزلت تحت شوية او دخلت على الويب سايت، دخلت على خارطة الطريق الخاصة بفلاتر، هتلاقي الكورسز مرتبة بالطريقة اللي انا اتكلمتك فيها حاليا. يعني نفس الترتيب اللي انا كلمتك فيه هتلاقيه متقسم بنفس الطريقة. طبعا الكورس الخاص بفلاتر هو اللي فيه الاجزاء الخاصة بالستيت مانجمنت، فلاتر يو اي، الانتجريشن والكلام ده كله. فهتلاقي الخريطة دي بالكامل موجودة على المنصة. لو انت بقى داخل من يوتيوب تشانل، هنا هحط الفيديو ده على اليوتيوب وعلى فيسبوك، لو انت داخل من اللينك ده ممكن تتواصل مع التيم على الواتساب وقول له انا عايز الجيفت الخاصة بفيديو فلاتر رود ماب. هيديك كده كوبون جميل يعمل لك خصم رايق ولذيذ جدا عشان انت وصلت معايا لاخر الفيديو. لو انت هتبدأ تتعلم فلاتر فما تقلقش يا صديقي، انت في المكان الصحيح، وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.